ينفع أولد قيصري بعد الولادة الطبيعي؟ طب في خطورة من الولادة القيصري؟ امتى أولد قيصري؟ أنا هقولك، بس الأول ادخلي على اللينك واعملي اللايك. الولادة الطبيعي؟ فين أيام الولادة الطبيعي؟ هو أنا كنت ملاحقة؟ الله يرحم أيام زمان، ده أنا كنت أولد الواحدة من هنا وتقوم ترمح من هنا. أمال إيه؟ لا وإيه؟ العيل كده كان ينزل مزقلط في إيدي، ولا إيه يا ننوس عين تيتا؟ وده لو حملك ماشي كويس ومفيش خطورة عليكي ولا على الجنين. طب امتى بقى تولدي قيصري؟ لو انتي عاملة حقن مجهري، ولو بقالك كتير ما حصلكيش حمل وربنا كرمك، ولو سنك كبر شوية وحملتي، ولو عندك ضغط عالي أو سكرك مش متظبط، ولو العيل وضعه مش كويس. القصد مش لازم نخاف من نوع الولادة إذا كانت طبيعي أو قيصري، خلي دكتورك هو اللي يحدد ده بناء على صحتك وصحة الجنين، وبإذن الله يا بنتي هتكوني بخير. وفي الختام يا رب تكونوا بسلام. يلا هستنى رسايلكم واستفساراتكم على صفحة البرنامج وأنا هرد عليكم على طول. انتظروني في حلقة جديدة من برنامجكم الدار.